نبقى مع الخبر الصحي. بالأمس توقفنا في نشرة كاملة مع اليوم العالمي لمحاربة التدخين. أول الوسائل الفاعلة في محاربة التدخين التوعية والتحسيس بالأخطار الصحية لهذا الداء. هناك من تمكن من الإقلاع عن هذه الآفة بعد عقود من معاشرة السيجارة، وهناك من لم ينجح في الإقلاع رغم معرفته التامة بالمخاطر. روبورتاج عبد الحميد المرابط وعبد العالي عميراش. صفحة جديدة يفتحها هذا المزارع في كتاب حياته بعد نجاحه في الإقلاع عن التدخين الذي حول حياته إلى سحابة سوداء لمدة تزيد عن 30 سنة. دخوله إلى المستشفى لعلاج آلام في المعدة عجل بإقلاعه عن التدخين واستنشاقه الآن هواء نقيا، وهو ما يمنحه طاقة إضافية للعمل في بستانه الصغير بجماعة أيت قمرة بنواحي الحسيمة. لقد شرعت في تعاطي التدخين وسني لا يتجاوز 16 عاما، سلوك تحول إلى إدمان حقيقي تطور إلى تناول المخدرات مما أثر على صحتي البدنية والنفسية. لكني الآن بعد إقلاعي عن التدخين بسبب إصابتي بفتق في المعدة نقلت على إثره للمستشفى، أنعم الآن بالصحة والعافية. السببين شوفي ضياعي وتما ونضخ كيخص بيتا. وبالمقابل باءت محاولات حسن للإقلاع عن التدخين بالفشل، فتعوده على هذا السلوك لمدة 24 سنة وضغوطات المحيط ودائرة الأصدقاء المواظبين على اللقاء في فضاء المقهى كلها عوامل تشدد عليه الخناق للاستمرار في استهلاك السجائر رغم اقتناعه بمضار هذا السلوك. حاولت وكيوصل رمضان نقطعوا كذا، ولكن ما جابش الله، ولكن مازال كنحاول. باسكو الدراري كبروا كذا، الواحد كيدخل للدار يحل كارو بابا هادي كذا، ولكن واخا كنكبي كنصح الناس الامود دابا ولات الامود الواحد ما يكميش، ماشي هو الواحد كيكمي هو يعني كيتنشوا وكذا، ولكن الامود الواحد ما يكميش. وثانيا كنصح الناس باش يقطعوا الكارو، وانا راني كنحاول. بين الاقتناع بفكرة الانقطاع عن التدخين وتطبيقها على المستوى العملي يوجد خيط رقيق لا يمسك بزمامه إلا من امتلك الإرادة الغلابة لقهر نشوة السيجارة واستئناف حياة صحية سليمة بعيدا عن أمراض وتلوث التدخين.